الصومال هي واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفي. يتعرض الصحفيون الذين يرغبون في تغطية القضايا الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل منتظم للتهديدات والاعتقالات، مما يجبرهم على مراقبة الأخبار. يواجه الصحفيون القائمون على الحقائق تهديدات بالقتل والاعتقالات على مدى السنوات ال5 الماضية. وقد ازدادت هذه المشكلات منذ انتخاب محمد عبد الله فرماجو في فبراير 2017. ووجد تحقيق أن الحكومة الحالية هي واحدة من أسوأ الحكومات في الصومال من حيث حرية التعبير. يجب على الحكومة الصومالية حماية حرية التعبير ووسائل الإعلام التي يسمح الدستور بالتعبير عن آرائها، بما في ذلك انتقاد الحكومة إذا فشلت في أداء واجبها. هذا بحسب نور إسماعيل شيخ، أحد أبرز الصحفيين الصوماليين الذي احتجزته إدارة الرئيس محمد عبد الله فرماجو لأيام، ثم غادر البلاد بعد تلقيه رسائل تهديد. يواجه الصحفيون الصوماليون تهديدات مستمرة. علي عدن مؤمن، صحفي معروف، هو أحد الصحفيين الذين فروا من البلاد بعد اعتقاله وترهيبه من قبل حكومة فرماجو. تعمل أحزاب المعارضة مثل حكومة مقديشو والإدارات الإقليمية وجماعة الشباب الإرهابية على إحداث فوضى في وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين. يقول الصحفيون والمؤسسات الإعلامية المستقلة إنه من المؤسف أن يتعرض الصحفيون للتهديد باستمرار بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية، وأن الصحافة الحرة هي الطريقة الوحيدة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.